السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض تاني صنف من أصناف حلويات العيد أو نواعم العيد. هنعمل بقى اللي هو السهل الممتنع، الغريبة، برغم ان مش ناس كتير بتحبها بس ما شاء الله جميلة جدا ودايبة وحلوة جدا وهتتعمل معاكي ان شاء الله بكل حلاوة وكل جمال. برغم ان انا غيرت شكلها خالص السنة دي، بس برضه هي غريبة والله، مش متغيرة شكلها خالص، هي يعني هي نفس الغريبة ونفس القوام، بس الفرق بس ان انا غيرت شكلها المرة دي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ناعمة ودايبة ومش متحملة حتى. يلا بقى نشوف الطريقة والمقادير. الغريبة يعني 3 مكونات، ما فيش اقل من كده ولا اكتر من كده، هي سهل يعني بنقول على السهل الممتنع فعلا. تمام. عندي 600 جرام سمنة انا كنت حطاها في التلاجة، هي مش مجمدة قوي، بس انا كنت حطاها في التلاجة كده لحد ما ابدأ تصوير يعني. وبعد كده معايا 200 جرام لكل نص كيلو 100 جرام، يعني معايا 200 جرام سكر بودرة، وكمان معايا كيلو من الدقيق. تمام. عايزة تزودي كمية السكر ممكن تعمليها كل كيلو نص كيلو دقيق 150 جرام، يبقى المعدل كامل يعني 300 جرام للكيلو. تمام. ومعايا دلوقتي معايا البولة بتاعتي اللي انا هشتغل فيها او الطبق اللي انا هشتغل فيه، حطيت فيه كمية السكر. انا النهاردة مش هعمل اي حاجة، اللي هو بجد يعني مش هضرب ولا هعمل اي حاجة ولا نستخدم مضرب يدوي ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجة خالص، يعني مش هتكوني محتاجة اي حاجة اصلا، ولا مضرب بقى ولا كهرباء ولا خلاط ولا مضرب يدوي ولا اي حاجة، ايدك بس وخلاص هي اللي هتحتاجيها. تمام. هننزل المكونات كلها على بعض، وبعد كده هنخلطهم ونلبسهم ونخلي لحد ما نوصل لقوام العجينة اللي احنا عايزينه. تمام. انا نزلت دلوقتي بكمية السمنة وكمية السكر، وهنزل كمان بكمية الدقيق، وكمان حطيت رشة ملح بس تقريبا ما تصورتش. وهقلب الكمية دلوقتي، انا بقلبها بالسباتيولا الاول كده، لا اخلط الكمية بعد كده هتدخل بايدي. دلوقتي بقى انا هشيل كمية العجين اللي على الاسباتيولا، وبعد كده هتدخل بايدي. هنعمل اللي هو مرحلة البس او اللي احنا بندمج المكونات كلها في بعضيها يعني. تمام. كأنك بتبسي للكحك كده، يعني احنا هنعمل النهاردة الطريقة كأنك بتبسي للكحك بالظبط. تمام. مفيش اسهل من كده يعتبر، ولا مضرب بقى ولا مضرب كهربائي ولا مضرب يدوي ولا خلاط ولا عجان ولا اي حاجة. تمام. لو عندك الحاجه من الحاجات دي يبقى انت كده سهلتي على نفسك، بس احنا يعني طالما مش عندنا او انت مش متوفر عندك فريحي دماغك واعملي بالمتوفر عندك. تمام. ايدينا موجوده عندنا كلنا يعني، فاكيد يعني مش هتكون مش موجوده، فاسهل حاجه نعمل بيها. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما انا بسيت العجينه كويس جدا، اخدت معايا تقريبا من 7 ل10 دقايق، مش بتاخد وقت خالص. تمام. وممكن اقل كمان على حسب العجينه هيتشرب كميه السوائل قد ايه او كميه المدى الدهنيه يعني. بعد كده بعد ما خلصتها حطيتها في التلاجة لمدة ساعة لحد ما مسكت نفسها. يعتبر على فكرة هي كانت محتاجة تتحط في التلاجة اكتر من كده كمان، بس انا برضو عشان اخلص الكمية، عشان كنت عاملاها كمان بالليل وكانت كان في سحور يعني وكده، فكنت انا عايزة اخلص عشان الفجر ما يأذنش علينا يعني وكده. بعد ما انا ما طلعتها من التلاجة هبدأ الينها بايدي عشان اعرف اكورها واعمل الكويرات بتاعتي. تمام. بعد ما لينتها خلاص بقى انا هجيب الميزان بتاعي عشان نطلع حجم كويس جدا. تمام. يفضل ان انت لما تيجي تعملي اي حلويات او نواعم من نواعم العيد، يفضل ان انت تستخدمي الميزان عشان يكون الموازين بتاعتك حلوة يعني وكويسة، وتطلع الكويرات كلها نفس الحجم. ممكن لو ما عندناش ميزان نستخدم مثلا اللي هو المعلقة المعيارية الصغيرة اللي هي المكورة دي برضو ممكن، او معلقة عادية اللي هي تظبط معانا المكيال. ممكن بايدينا يعني برضو عادي، اللي هو بعينينا كده نوازن الاشكال. تمام. هجيب كل كويرة يعني كده او كل كورة وننعمها في ايدينا لحد ما تبقى شكلها كورة كده جميل. ممكن تسيبيها على نفس الشكل ده وتحطي مثلا فيها مكسرات لجوز اسمه ده سوداني او بندق او لوز، او مثلا في اللي هو اللولي الصغير زي الكريسبي ده، الكريسبي الصغنن او اللولي الصغنن ده، ممكن تحطي فيها اللي هو كريز المسكر،
في حاجات كتيرة ممكن تتحط فيها. تمام. انا اختصرت الموضوع ده كله، رحت عاملاها بالبصامة، حاجة جديدة خالص. خلصت بقى الكمية دلوقتي، عملت معايا ما شاء الله كيلو دقيق. عمل معايا الصاج ده تقريبا مقاسه 50 سنت، يعني الصينية دي عاملة، اللي هي صينية عاملة 50، وعاملة كمان واحدة تقريبا 45 سنتي، في صينية اصغر منهم كمان تقريبا 35 او حاجة زي كده. اه هي دي. تمام. عملوا معايا حبة حلوين جدا ما شاء الله. هدخلهم دلوقتي على فرن درجة حرارته 170. قعدت معايا لمدة 15 دقيقة، 15 أو 17 دقيقة. تمام. كل فرن على حسب حرارته. تمام. بتدخليها تقعد لحد ما تمسك نفسها، تبص عليها تلاقي خدت لون أشقر من تحت. بعد كده تروحي طافية عليها اللي هي مطلعاها بقى خلاص. أول ما تلاقيها مسكت نفسها وخدت اللون ده اللي هو اللون الأشقر ده من تحت، ما بتشغلهاش شوايه خالص. الغريبه بالذات او النوع من العيد اللي بالذات ما بنشغلهاش شوايه خالص، لانها ما بتتحمرش وشها خالص. تمام. عشان تطلع معاكي دايبه وناعمه وما تكونش ناشفه ومحجره. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميله جدا، ومش متحمله ان انا اضغط عليها من كتر ذوبانها وجمالها. تمام. انا زي ما قلت لك، حابه تزودي كميه السكر، انا نسبه السكر اللي انا حطاها خفيفه، لان الغليبه دايما بتطلع تقيله في السكر بتاعها والسمنه بتاعتها، فانا ما بحبش كميه السكر. تمام. لو عجبكم الفيديو بقى، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله.